موسوعة وصف مصر بتعتبر سجل حافل لحالة البيئة والإنسان في مدينة القاهرة خلال نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. لم يصدر عمل مماثل للموسوعة عن مدينة القاهرة إلا بعد حوالي 90 سنة، حينما قام علي باشا مبارك بإعداد موسوعة الخطط التوفيقية استجابة للتغيرات اللي القاهرة شافتها في عهد الخديوي إسماعيل. لم يكن تمثيل القاهرة في موسوعة وصف مصر متسقا فقط مع مشاهدات الحملة الفرنسية، لأنه ده جه في الحقيقة استكمال لتراث جغرافي عريق سواء من الرحالة أو تقارير المسافرين الأوروبيين السابقين على وصول الحملة الفرنسية. في مقدمة ما اعتمد عليه علماء الحملة في فهم جغرافية القاهرة تلك الموسوعات الكبرى اللي كتبها جغرافيين مؤرخين مصريين، في مقدمتهم تقي الدين المقريزي، وطبعا عملوا الكبير المهم المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، علاوة على الكتاب الجامع بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن إياس الحنفي اللي بيضم شذرات من جغرافية مصر وتفاصيل تاريخها حتى عام 1522. علماء الحملة الفرنسية أيضا استقوا معلومات شتى عن البيئة والعمران والآثار من عبد اللطيف البغدادي في كتابه الشهير الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، الصادر قبل وصول الحملة الفرنسية بحوالي 600 سنة. البحث اللي تركه عبد اللطيف البغدادي وإن كان صغير الحجم إلا أنه يمكن مقارنته بأهمية المعلومات اللي جاءت في كتاب وصف مصر، لأنه بيمثل نموذج شديد التركيز لأعمال كثيرة عن أحوال مصر وأهلها عبر القرون. الموسوعة اللي تركها علماء الحملة الفرنسية في شكل كتاب وصف مصر بتعتبر مثال لصورة الأرض عن عاصمة البلاد المصرية عند منعطف القرن ال18 وبداية القرن ال19، وبتضم رؤى علمية واستشراقية ومعلومات وصفية عن كل من الأرض والإنسان والعمران والأنثروبولوجيا الثقافية. بحوث علماء الحملة الفرنسية عن مدينة القاهرة جاءت في المجلد ال18 من وصف مصر. احنا عارفين انه علاوة على موسوعة وصف مصر عندنا كمان أطلس وصف مصر الملحق بالموسوعة. القاهرة كان ليها في هذا الأطلس 4 خرائط مختلفة المقاييس، ده علاوة على عدة أشكال ورسوم توضيحية جاءت داخل متن الموسوعة نفسها. الحقيقة أن الحملة الفرنسية بتعتبر نموذج واضح قبل 220 سنة على ترسيخ العلم الاستعماري أو الاستعمار القائم على العلم. الحملة دي كانت فتح جديد في عالم الاستعمار المنظم اللي بيقوم على انه كل ما المعلومات زادت عند المستعمر عن البلاد اللي بيتجه اليها، كل ما قبضته واحكامه على هذه البلاد كانت فرصتها كبيرة جدا. المدهش ان علماء الحملة الفرنسية بعد ما اتموا كتابة موسوعتهم الضخمة عن وصف مصر قالوا انهم بيتمنوا يكون عندهم موسوعة بتحمل نفس الاسم ولكن عن وصف فرنسا، وده امر غريب وفريد جدا لانه البلد اللي راحت تستعمر مصر اللي هي فرنسا لم يكن لديها حتى ذلك التاريخ موسوعة عن نفسها، ولكنها قامت بموسوعة عن البلد اللي راحت تستعمرها. وده بيبين أهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي في الصراع الاستعماري في شمال شرق إفريقيا ومنها إلى بلاد الهند وغيرها من الأقاليم الجيوسياسية الكبرى. مدينة القاهرة في وصف الحملة هي ثاني أهم مدينة في الإمبراطورية العثمانية بعد القسطنطينية. علماء الحملة قدموا تقدير لمساحة القاهرة بأنها لا تتجاوز ربع مساحة باريس، والحقيقة هم كانوا بيتكلموا على القاهرة الفاطمية والمناطق الصغيرة المحيطة بها، وكانوا مستبعدين من هذه المساحة كل من بولاق ومصر القديمة أو مصر عتيقة، بالإضافة إلى عدم إدخالهم لكل ما هو غرب النيل فيما يعرف باسم الجيزة ضمن حساب مساحة المدينة. في ذلك الوقت قبل 220 سنة محيط مدينة القاهرة وفقا لقياس الحملة الفرنسية ما كانش بيزيد عن 25,000 متر، ومساحة المدينة لم تكن تتجاوز 800 هكتار. موسوعة وصف مصر قدرت عدد سكان القاهرة بحوالي 250,000 نسمة، بالتحديد 260,000 نسمة. معظم السكان كانوا عرضة للأوبئة زي ما الحملة الفرنسية كانت بتقول، وأهم الأمراض اللي كانت منتشرة في القاهرة في ذلك الوقت الجدري والديسنتريا، علاوة على أهم الأمراض في تلك الفترة وهو الطاعون اللي كان بيضرب القاهرة مرة كل 3 إلى 4 سنوات. وحصد بالفعل خلال وجود الحملة الفرنسية أرواح كتير من سكان القاهرة، وعلماء الحملة بيقولوا أن معدل الوفيات بسبب الطاعون كان بيتراوح ما بين 300 إلى 400 نفس كل يوم. الرمد كمان كان من أكثر الأمراض انتشارا في القاهرة، لدرجة أن 1 من كل 4 سكان في القاهرة كان عنده مرض في إحدى العينين. أقام الفرنسيون محجر صحي في جزيرة صغيرة واقعة شمال جزيرة بولاق،
والجزيرة دي كانت على الأرجح من طرح النهر، لأنها اختفت بعد كده والتحمت بجزيرة بولاق اللي بنعرفها النهاردة باسم جزيرة الزمالك. علماء الحملة بيرجعوا التكدس الكبير لسكان القاهرة إلى عزلة الأحياء وانفصالها بعضها عن بعض. الحملة الفرنسية اعتبرت إن مصر هي أكثر بلاد الشرق شبها بأوروبا، وإنه تجارتها بتعتبر واحدة من أكثر التجارات نجاحا وانتشارا، وبالتالي علماء الحملة الفرنسية نظروا إلى القاهرة باعتبارها المدينة الوحيدة التي بوسعها أن تزود بلدان الشرق ببضائع أوروبا، وده بسبب موقعها بين القارتين الشهيرتين أوروبا وإفريقيا من ناحية، وأوروبا وآسيا وإفريقيا من ناحية أخرى. موسوعة وصف مصر شافت أن القاهرة بتمثل الحلم الأوروبي أو الحلم الفرنسي اللي يجب تحقيقه في القارة الإفريقية، والموسوعة شافت أن فرنسا تقدر أنها تستعيد مجد مصر اللي انتهى بزوال دولة قدماء المصريين والملوك الأوائل للأسرة البطلمية. الحملة الفرنسية اهتمت بمشهد بانوراما المدينة أو ما يقابل بلغة العصر السيتي سكيب. يعني الحملة الفرنسية كانت بتشوف أنه أبلغ مشهد للمدينة يمكن رؤيته من أعلى مسجد السلطان حسن، حيث تترامى المدينة حتى الصحراء الليبية مرورا بالأهرامات. من مسجد السلطان حسن قرب قلعة صلاح الدين الأيوبي، القاهرة كانت بتتماس في الشرق مع الجبل العربي، ومن خلفه الصحراء العربية، ومن خلفهما معا البحر العربي. كل ده إشارة إلى ما نسميه اليوم جبل المقطم، اللي هو جزء من هضبة جيرية في الصحراء العربية اللي هي صحراء مصر الشرقية، اللي بتحف بالبحر العربي، يعني البحر الأحمر حاليا. من أهم معالم الجبل العربي جبل الجيوشي، وده قطاع من جبل المقطم علاوة على تل الطوابة، بالإضافة إلى تل شهير اسمه تل الجبخانة اللي كان مقام عليه مخزن البارود من أيام المماليك. القاهرة في زمن الحملة الفرنسية كانت بتشغل سفح المقطم والتلال الصغيرة المتناثرة منه إلى وادي النيل، ولعل أبرز هذه التلال تلال زينهم، علاوة على التل اللي أقيمت عليه القلعة في جنوب شرق المدينة. لم تكن قاهرة نهاية القرن الثامن عشر بتلامس نهر النيل على نحو ما نعرفه اليوم، أو بالأحرى على نحو ما عرفته قاهرة الخديوي إسماعيل اللي أضافت مساحات عمرانية في الفراغ القائم بين القاهرة ونهر النيل، لأنه بفضل تزحزح مجرى النيل غربا عبر القرون كان دايما بيفصل القاهرة عن نهر النيل سهل فيضي مؤلف من طين وبرك وأحواض زراعية من دون عمران في حدود حوالي كيلومتر أو بالتحديد 800 متر في أضيق النقاط وقت ما الحملة الفرنسية رسمت خرائط القاهرة. اعتمدت قاهرة الحملة الفرنسية في مياه الشرب على قناة بتأخذ المياه من نهر النيل بتسمى خليج القاهرة، وهذا الخليج كان بيقسم المدينة إلى قسمين غير متساويين. هذه القناة المسماة خليج القاهرة بتصب في مجرى مائي أكبر كان بيمثل الجزء الأعلى من الفرع البيلوزي القديم، أحد أفرع الدلتا القديمة اللي بعد كده هينتهي إلى شمال غرب سيناء في منطقة بتعرف باسم سهل الطينة، وكلمة الطينة هي نفسها كلمة بيلوز لأنه الفرع البيلوزي يعني الفرع الطيني. عن طريق خليج القاهرة المياه كانت بتجري كل عام وقت الفيضان إلى البرك الداخلية والخارجية وإلى الميادين العامة الكبرى في مدينة القاهرة. عرض الخليج كان بيتراوح ما بين 5 إلى 10 أمتار دون أن تحف به أي أرصفة، مما كان بيتسبب في غمر الماء للأجزاء السفلى من المنازل المطلة على هذا الخليج. ويبدو أنه كما نعاني اليوم من اقتناص أفضل المواقع الجغرافية لعلية القوم والأثرياء وأصحاب النفوذ في أفضل مواقع نهر النيل على القاهرة، فإنه الخليج في القرون الماضية وقت الحملة الفرنسية أيضا كان بيمثل قطب جاذب لهؤلاء الأثرياء. في البداية أقيمت على جانبي الخليج القصور وبيوت اللهو، ثم أنشئت عليه فيما بعد ذلك مدينة القاهرة نفسها بعد هجر مدينة الفسطاط القديم. بتعتبر البرك الموسمية أهم المعالم الطبوغرافية المرتبطة بخليج القاهرة ودورة فيضان النيل. أشهر هذه البرك هي بركة الأزبكية وبركة الفيل، علاوة على بركة الصابر وبركة الفوالة في الطرف الغربي للمدينة، وفي الجنوب في بركة الملة، وفي الشمال في بركة الشيخ قمر وبركة الرطلي. والبركة دي كانت في زمن الحملة الفرنسية مغمورة بالمياه وليس بها نخيل، وسميت بالرطلي نسبة إلى رجل كان يصنع الأرطال الحديدية ويقيم بجوار البركة. من أهم معالم مدينة القاهرة انتشار البساتين والحدائق، وعلماء الحملة وصفوا هذه البساتين والحدائق بقولهم أن كبار القوم وعلية الأمراء والشيوخ بيملكوا حدائق مجاورة للمدينة بتحمل أسمائهم. من بين أكبر هذه الحدائق غيط
قاسم بك، وهي الحديقة التي كان يجتمع فيها أعضاء المعهد العلمي وبعثة العلوم والفنون أثناء فترة الحملة الفرنسية، علاوة على مجموعة من أجمل الحدائق الأخرى بيتجاوز عددها 22 حديقة كبرى يطلق عليها غيط أو جنينة. موسوعة وصف مصر حافظت لنا ما كان لهذه الحدائق من وظائف في المدينة، ولا سيما كمتنزهات للمشي ومساحات واسعة من حشائش خضراء ومروج مختلطة من كل من الصمت واللبخ والتين والجميز وغيرها من الأشجار الضخمة الجميلة اللي كانت بتختلط مع النخيل الباسق وشجر التوت والرمان والنبق والموز. وكل هذه الأجام والحدائق والبساتين كانت بتنثر في المدينة هواء معطر بيستنشقه السكان وبيجدوا فيه أزكى الروائح الممكنة. في مقدمة المنشآت العامة اللي في مدينة القاهرة وقت الحملة الفرنسية الحمامات والأسبلة والأحواض والمدارس والقناطر المقامة فوق الخليج. طبعا غني عن البيان انه الأسبلة كانت بترتبط بجغرافية نقل المياه، لانه غالبية الأسبلة هي عبارة عن منشآت مخصصة لتزويد سكان المدينة بالمياه مجانا. وطبعا هذه الأسبلة كانت كثيرة العدد وبتجلب مياهها من النيل محمولة على ظهور الجمال، وهذه المنشآت بتكون مزينة بأعمدة من الرخام وشبكات من البرونز مصنوعة بمهارة فائقة. موسوعة وصف مصر بتقول انه من المتبع في هذه الأسبلة انه الطابق العلوي من السبيل كان بيخصص لكتاب مجاني. أحصى علماء الحملة في القاهرة نحو 60 سبيلا رئيسيا، أهمها السليمانية ومرجوش والأشرفية والغوري والسكرية والأزهر والمؤيد وسبيل عبد الرحمن كخية. هذه الأسبلة لم تكن فقط للبشر، وإنما أيضا كانت ملحق بها أحواض أخرى لا تقل نفعا، وكانت مخصصة لسقيا الحيوانات ولا سيما الخيول والحمير والإبل. مياه الشرب في مدينة القاهرة كانت بتنقل على ظهور الإبل من خليج القاهرة. بيقول لنا علماء الحملة الفرنسية انه في ذلك الوقت المياه كانت بتخزن في صهاريج الأسبلة اللي بيحمل منها السقاؤون قرب المياه إلى البيوت ليشرب منها سكان المدينة. وعلى نحو ما نجد اليوم من الطرق والكباري والجسور، علماء الحملة الفرنسية وصفوا عديد من المنافع العامة في مقدمتها القناطر، لا سيما التي تمر على الخليج اللي بيخترق المدينة بمحورها الطولي من الجنوب للشمال أو فوق القناة الممتدة بطول الجبهة الغربية. علماء الحملة الفرنسية أطلقوا على الصحراء الممتدة من القاهرة إلى السويس مسمى وادي التيه، وذلك لأنهم وجدوا عند مشارف القاهرة مجموعة من البدو قادمة من قبيلة الترابين وبتسكن تلك المنطقة، يعني عند منطقة البساتين تقريبا في القاهرة حاليا. وكأن قاهرة الحملة الفرنسية جمعت الصحراوات المصرية الثلاثة معا: وادي التيه سيناء ومن خلفها جزيرة العرب، الجبل العربي الصحراء الشرقية يعني، وصحراء ليبيا اللي هي النهاردة صحراء مصر الغربية. في دراستهم لجزيرة الروضة عاد علماء وصف مصر إلى كتاب جلال الدين السيوطي اللي ألفه قبل 300 سنة من وصول حملة نابليون بونابرت. بيحمل كتاب السيوطي عنوان كوكب الروضة، يعني كوكب الروضة قصده بيه جزيرة الروضة، وبيحوي كل شاردة وواردة عن هذه الجزيرة اللي كانت بتحمل في الأصل اسم جزيرة مصر. يعني جزيرة الروضة كان اسمها الأصلي جزيرة مصر. جزيرة الروضة فضلت من وقت تأليف كتاب السيوطي لغاية الحملة الفرنسية اسم على مسمى، روضة من رياض الجنة. اختبر الفرنسيين جغرافية الجزيرة زي ما قدمها السيوطي، وانتهوا إلى أنه أفضل موقع صحي لحياة الإنسان وجمال البيئة النباتية والنهرية في كل عموم مصر بيقع في هذه الجزيرة. بل أن الفرنسيين قرروا أن هم باستمرار سنوات وجودهم في مصر هيختاروا عاصمة تكون مركز لكل الإمبراطورية الفرنسية في مصر، وهي جزيرة الروضة.